رحبوا معي بالرئيس نادي الأرثوذكسي السيد إيليا وكيلي. يسعد مساك. أهلا وسهلا بك. ممكن تحدث المواطن الأردني بالنسبة لهذه الفعالية اليوم؟ أول شيء بدي أشكر قناة راديو البلد على تغطيتها لهذا الحفل. اليوم عيد رفع الصليب، وهو إيجاد خشبة الصليب الذي صلب عليها السيد المسيح، ووجدتها القديسة هيلانا بحفرة مطمورة، ومن يومها أعلنت، وهي بنت الإمبراطور قسطنطين. وعلامة الصليب هي ليس علامة خشبة فقط، هي علامة قيامة، وتدل على قيامة المسيح من بين الأموات. هي أول مرة الفعالية هون بالنادي؟ كل سنة اعتدنا أنه نعملها منذ يعني لا يقل عن 30 سنة إننا بنعملها، وبشكل متواصل في 27/9 من كل عام. يا سيدي بدي أسألك أنا سؤال، شو نظرتك بالنسبة للنادي الأرثوذكسي في المستقبل؟ نظرتي للنادي نظرة تفاؤل. احنا عاملين فيزز. الفيز الأول اللي هي عملنا رينوفيشن لكل النادي زي ما انتم شايفين، لكل القاعات. دخلنا عنصر الرقي، رفعنا من مستوى النادي، مستوى القاعات، مستوى السيرفيس، مستوى الخدمة. كذلك بالنسبة للرياضة مشاركين في جميع الاتحادات الرياضية، وأما اتحاد كرة السلة واتحاد السباحة وكرة الطاولة وهذا، وسباقين دائما، ونأخذ الميداليات الذهبية لعدة سنوات عديدة. النظرة المستقبلية مشروع توسعة كبرى لإضافة 3 طوابق، بحيث تضم قاعة حفلات 500 شخص، بولينج، ألعاب إلكترونية بالتعاون فوق الكراجات. يس، علما أنه عملنا كراجات بما لا يقل عن 400 كراج تحت الأرض على 3 طوابق. هذا مجانا. يس نعم مجانا. طيب. فالخطة الاستراتيجية الرأسمالية كبيرة جدا، وماشيين على خطى الهيئات الإدارية اللي قبلنا، ومنطور كل هيئة إدارية تيجي تطور على اللي قبلها، ومستمرون إن شاء الله في العطاء. شكرا لك. شكرا. أهلا يسعدك.